هذا شخص اتصل علي اسمه جهاد، الله يمسيه بالخير. يقول يا ابو عبد العزيز عمري 19 سنه وانا في اولى جامعه في جامعه الزرقاء. يقول وانا دافع الفلوس على حسابي، انا اللي اسدد الرسوم كل ترم. فيقول يوم بديت في الترم الاول سددت رسوم الترم الثاني وانا ما بعد جيته، واشتغل حارس في احدى المباني علشان اوفر قيمه الرسوم الجامعيه. الشاهد في الكلام يقول يا ابو عبد العزيز الظروف مصلحه والوالد ما شاء الله تبارك الله مو مقصر، لكن ما بيثقل عليه. اشتغل حارس في الليل والمبلغ اللي يجيني اخر الشهر اجمعه حتى اسدد الرسوم الترم اللي بعده. ذاك اليوم اخذت لي سياره وما ذكر هي سيارته ولا سياره احد من اقربائه. يقولوا طلعت اتمشى، يقول سبحان الله ويجيني هاك الشارع بلف، ويقول وتنقلب السياره على يدي، طلعت يدي برا وانقلبت. يقول اليد تهشمت واثنين من الاصابع واحد منهم انقطع والثاني انتهى له شوي. اخذوني ودوني مستشفى العسكري، كانوا بيقررون قطع اليد، وجانا دكاتره ما شاء الله تبارك الله عندهم يعني خبره، قالوا لا ما يحتاج قطع اليد، ناخذ عروق من رجوله ونركب له عروق بديله ونعالج. عالجوا يدي والحمد لله والشكر لله، قعدت في العنايه اكثر من 10 ايام، منها 4 ايام في غيبوبه. يقول عابت يدي الا شوي، لكن مع التمارين رجعت، عندي اصبع مقطوع واصبع عايب والباقي الحمد والشكر لله، فكني الله من قطع اليد. وهذا يقول ايضا بعض الدكاتره ما شاء الله تبارك الله عنده مبادرات، ما يبي بعضهم يقول لا نقطع، بعضهم يقول لا نعالج. فيقول والله اني ادعي للدكاتره اللي عالجوا يدي. يقول المهم اخذت لي شهر فبلغوني ان الترم الثاني جاء، لكن تروح عليك الرسوم اذا ما درست. وانا قاعد اجمعها 6 شهور هالرسوم، شلون تروح علي الرسوم؟ فيقول الحقيقه تضايقت ومتكدر، وين اجمع رسوم الترم الثاني؟ انا كنت حاط في بالي خطه ان كل ترم ادفع قبل ما اجيه علشان اريح عمري، ورسوم الترم الجاي مدفوعه، الان راح من شهر وانا ما فالحقيقه جيت لابوي قلت يا ابوي، قال نعم. قلت ابيك تروح معي لمدير جامعه الزرقاء يعني نتناقش فيها في موضوع الرسوم هذه انها ما تروح علي. قال ابشر يا ولدي. نزلت مع ابوي، يدي مربوطه ومحطوط لها حبل في رقبتي. يقول جيت المدير الجامعه عنده سكرتير وعنده ضيوف، قلت للسكرتير انا طالب وهذا اسمي وابغى اقابل مدير الجامعه. قال الحين عنده اجتماع عمداء الكليات، ابى اعطيك 5 دقائق قبل ما يجون تدخل، نظرا لحالتك هذه. ابوي يقول قاعد في السياره وانا دخلت على العميد، لقيت عنده ضيف سلمت عليه، كان رجل محترم وبعدين صار وزير في الدوله الاردنيه، الله يغفر له ويرحمه، توفي الرجل هذا. فجيت وقلت له يا سعاده الرئيس انا وضعي كذا وكذا، والان دافع ترم قبل الترم الجاي انا دافع فلوس، وقال انه يروح عليك الفلوس، وانا شغال عامل في احدى المباني اجمع الفلوس هذه وادفعها لكم، فابيكم تاجل المبلغ هذا ولا تسترجعونه لي. يوم شافني وشاف اني قلت له اني اشتغل عامل، الحقيقه تاثر الرجل، قال ابشر يؤجل لك الى الترم القادم، الان اوقع لك ما تروح عليك فلوسك ابدا، ومتى ما بغيت تجي الترم اللي انت بتجي فيه باذن الله تلقى الروس قدامك. يقول فرحت فرح شديد ان فلوسي ما راحت. المبلغ يقول يعني تقعد 6 شهور تشتغل عشان تدفع قيمته. يقول وقام على الجاكيت حقته ومد يده في مخباه وطلع 40 دينار كويتي، دينار أردن. يقول أنا مع 20. يقول خذها ولفها وأعطاني إياها في يدي، قالوا أنت تستحق من يوقف معك في دراستك بحكم أنك عامل وصار عليك الحادث هذا. يقول أنا عمري 20 سنة. يقول ضاق صدري وظلمت علي الدنيا كلها، واخذ 20 هذه واحطها مثل الكوره وقطها في وجهه. قلت انا ما جيت اتصدق ولا عدبي حتى قيمه الترم، انا ماسك عمري بعمري، ما جيتك انا اشحذ. قال لا يا ولدي انا مثل ابوك وهذه مساعده بسيطه لك، انا مثل ابوك ما نظرت للعمر اللي انت نظرته. قال لا ولا ابي لكم شيء، حتى احذفها الفلوس اللي اخذتوها خلاص تروح عليها، ادبر فلوسها. يقول واطلع من المكتب زعلان، يقول مدير المكتب والمساعد يتابعوني وحالتي حاله. قلت ما ابي له مساعده ولا بيتصدق علي. قال مو بصدقه هذا مثل والدك. يقول واركب مع ابوي واروح انا البيت متضايق، ابوي ما علمته. قال ايش صار؟ قلت يصير خير ان شاء الله باذن الله يصير خير. دخلت البيت متضايق اني وصلت مرحله ان احد يتصدق علي، يدي مربوطه في رقبتي
وهذا مطلع لي 40 دينار بيسدد بيعطيني اياها. يقول يوم دخلت البيت وارفع والتلفون يرد، كان تلفون ارضي، يقول وارفع السماعه لهذا اللي يرد علي، لهذا مساعد مدير الجامعه، انت جهاد بن فلان فلاني؟ قلت نعم. قال ترى جاتك منحه عن ال4 سنوات كل ابوها يتحملها رئيس الجامعه نفسه شخصيا على حسابه. ما شاء الله. بتدرس السنين الجايه كلها، وانه يعتذر منك وانه ما كان قصده، وينظر لها كانك انت ولده وهو ابوك. فارجو انه هو يقدم اعتذاره. يقول والله يوم سكرت الخط ورجعت لنفسي استحيت على نفسي اني صار مني هالامر هذا، لكن كانت ردة فعل اني ما ابغى من احد مساعده. يقول كان اول ما صار علي الحادث رحت اصلي في المسجد وقابلني واحد قال شوف يا ولدي الله ياخذ ويعطي، اخذ منك هالاصبع واخذ منك هذا لكن بيعطيك شيء عظيم يا ولدي. صح. انتبه، تتضايق ولا تتذمر ابشر بالخير باذن الله. يقول هالكلام هذا اثر فيني كثير، فعلا صرت من اكبر المحامين الان في الاردن، وصار عملي ما شاء الله تبارك الله في خير لخير. يقول وعندي من الخير ما الله به عليم. فالشاهد يقول شوف يا ابو عبد العزيز، هالرجل هذا اللي احتواني وغير اللي كانت على حسابي الى منحه. انا اجيب بعض القصص يا اخوان يمكن تلقونها فيها نوع من الغرابه، فيها نوع من المبادرات، لكن ابغى نطبقها. الان حنا على مستوى قبول جامعات، وحنا على مستوى قبول كليات عسكريه. يجيك شاب غض عمره 19 عمره 20 سنه 21 تارك اهله في جميع مناطق المملكه، ينتظر مقابله شخصيه منك، ينتظر منك توقيع على اوراق معينه. حاول تكون لطيف معه، ترى اهله ينظرون الله ثم ينظرون، يمكن هو وحيدهم، يمكن يتيم، يمكن ظروفه صعبه وخبرته في الحياه قليله، وانت ما شاء الله معطيك ربي رتبه عاليه، ولا معطيك فن في الاداره ولا دورات تدريبيه، طبقها على هالشباب اللي يجونك. حاول تتعامل معهم برقي، حاول تمتص ضيقتهم، حاول انك تعطيهم الشيء اللي يوسع صدورهم، والله ما ينسونك طول حياتك. الناس ما تبي شيء من بعضها، ما تبي فلوس، الناس تبي الكلمة الطيبة، الناس تبي الاستقبال الطيب، تبي الحجاج المنطلق، حتى لو ما قابلته عندك في الكلية أو ما قابلته لا ترده ردا أقشر، حاول انك تجلس معه تتناقش انت وياه وتاخذ وتعطي معه. حط كل واحد من اللي داخلين عندك ما عندك الا هو. صح بيجيك 200 بيجيك 300 بس اصبر، لأن هذا من نعم الله عليك سبحانه وتعالى، أن الله أوكل إليك أمر الشباب هذيلا وأمر المسلمين، خلهم يأخذون صفة طيبة عن الضباط اللي يجون، عن الوظائف اللي هم يقابلونها. حتى لو قلت له لا بس اشرح له شو السبب، تناقش انت وياه، هد روعه، قل له انت تخصصك ما ينفع عندنا، ينفع في المكان الفلاني يا ولدي، والله رحت المكان الفلاني بينفع معك كثير. لا نتجذم على الناس ولا نتضايق ولا نحاول نضغطهم، هذا عنده عائله ويرجون اهله انه يجيب راتب يكد عليهم، جايك متضايق متحمس وماسكن فيها شموس سيروات وجايك من ديرة بعيده. فيا اخوان من هالباب هذا انصح جميع من له مقابله شخصيه او له في مجال عمل انه يقابل الشباب يبسط معهم ويلين جانبه ويصبر عليهم، ترى عقولهم هم مثل عقلك، جايينك متحمسين. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه، وجزاك الله عني كل خير يا ابو عبد العزيز. رساله مهمه جدا، وابو عبد العزيز دائما موفق، انه يعني في هالوقت فيه استنفار جدا من الناس. وانتم يا جماعة الخير يا شبابنا ويا بناتنا اللي قلنا لكم قبل، كانت رسائل جدا جميلة من أخونا وحبيبنا أبو محمد الدرع، دائما يردد بحكم أنه متخصص في الجانب الدراسي والتعليمي والتربوي. ادرس، خذ الدورات، اطلع، ترى ليه جيت تقدم كثير من بعض الجامعات أو في المقابلات الشخصية أو في بعض الوظائف يسألون أنت وين السي في حقك؟ وين سيرتك الذاتية؟ وين ولين نسكر باب ترى في 5 6، ثم النداء للناس اللي بيض الله وجيههم، وإننا نعرف أن عليكم مشقة وعليكم تعب والأمور يعني مضغوطين فيها، يعني وانتم متلطفين، يعني خيركم سابق، لكن أحيانا ترى الكلمة تأثر واجد حتى لو ما يعني قدرتها أنك تخدمه، بس بالكلمة الطيبة والكلمة الزينة. أبو تركي موعدنا أن بنصير اليوم سريعين في التعليقات، بنخففها بعد إذنكم لأن يروح الوقت علينا، واللي عنده مثلا سؤال أو عنده شيء في كثرة تعليقات في النقطة مثل ما قالها أبو عبد العزيز قبل البرنامج بيض الله وجهه، فحتى لا نسترسل في اللي ذكرنا قصة